طبعا معانا واحد من النجوم الكبار النهارده اللي ادوا في المباراه بشكل اكثر من رائع، ونالوا استحسان كبير من الجماهير سواء قبل المباراه او بعد المباراه. كابتن محمد بركات، ببارك لكم على الاداء الرائع جدا قدام بايرن ميونخ. وناس كتير قالت لك يعني الاهلي جاي يلعب وبتاع وخلاص وزي ما تيجي النتيجه ما فيش مشكله، بس النهارده بمنتهى الامانه اديته بروح جامده جدا. انت واحد من نجوم الفريق النهارده، نلت يعني تشجيع اكثر من رائع كابتن النهارده. والله الحمد لله طبعا على كل شيء. احنا طبعا يعني يمكن لحظات هي اللي فرقت في النتيجه، يعني يمكن كنا هنطلع متعادلين وخسرنا، انما طبعا احنا بالعكس، يعني احنا الجون ده يعني رغم ان هو زعلنا، ولكن صدقني يمكن لو دخلت اوضه اللبس دلوقتي مفيش حد زعلان خالص، اللعيبه بتضحك وبتهزر والجمهور خارج سعيد جدا. هم راضيين على الاداء جدا، وبصراحه احنا ادينا جيم كويس جدا ولعبنا وسيطرنا وكنا بننقل الكوره، وكانوا هم بيجروا ورا الكوره، هم اللي كانوا بيجروا ورا الكوره. طبعا زي ما انت بتقول، طبعا الناس توقعت 4 و5 و6 وبتاع، ويمكن كان في نتيجة طبعا نتيجة خادعة أكيد، اللي هو قال لك بايرن كسب الماتش الودي اللي فات 13-0 فريق السلية، بس في نفس الوقت احنا فريق النادي الأهلي، واحنا برضو بنعرف نتعامل في المباريات الكبيرة. طبعا هم الامكانيات طبعا اكيد احسن كتير طبعا، وفرق كبير في الكوره طبعا ما نقدرش ننكر، ولكن طبعا احنا بننزل الملعب، احنا نفسنا ان احنا نقدم كوره كويسه على الرغم من الماتش ودي، ولكن طبعا احنا ورانا جمهور كبير، الجاليه المصريه انت عارف هنا كبيره، والماتشات دي بتساعدهم وبتفرحهم، واكيد هم هيبقوا فرحانين لو ادينا جيم كويس، والحمد لله عملنا جيم كويس ونتيجه كويسه واعداد كويس. يعني اتكلمنا على الهدف، ثنائي خطير، لا ده عادي، بركات وبتريكة. لا ده عادي عادي عادي. ايه يعني جبت جون في بايرن ميونخ، ايه المشكله؟ عادي. طب انت رحت فين بعد الجون؟ رحت لتريكا لا رحت لتريكا انا رايح على ابو تريكا يعني عشان اقول له انت اللي جبته، لقيت ابو تريكا بيجري، قلت له ده هتستهبل، ده انا اللي جايب الجون مش لا والله يعني عايز اقول لك انا معظم اجواني اللي بيعملها لي يمكن ابو تريكا او احمد فتحي، يعني دايما هم الاثنين اكتر ناس يعني بيعملوا لي الاجوان، والحمد لله يعني كنت موافق. اكيد انا يعني سعيد، واكيد ان انا فرحان ان انا اسجل في فريق كبير زي بايرن، ولكن يعني بشيد تاني بالفرقه النهارده وبزمايلي، ادوا اداء كويس جدا رغم الهزيمه، وزي ما بقول لك احنا كان بالنسبه لنا اهم حاجه الماتش اللي فات ان احنا نكسب، ادينا اداء هايل جدا في ماتش الجيش وكسبنا 3 جوان، واللي اهم من كده واللي اهم من ماتش بايرن الماتش اللي جاي مع الانتاج الحربي ان شاء الله، ربنا يوفقنا باذن الله، عندنا ماتش كمان يومين او 3، فان احنا يعني خلاص بقى ننسى الاداء ده، خلاص احنا ندور ان الاداء يبقى احسن ماتش الجاي ان شاء الله، وربنا يكرمنا ويوفقنا ان شاء الله. اخيرا، اكتر لعيب عجبك النهارده في النادي الاهلي؟ والله صعب اطلع لك لعيب عجبني، يعني صعب لان هم كلهم كانوا رجاله، كلهم كانوا كويسين، ونتمنى ان احنا كل ماتش ان يبقى صعب ان احنا نطلع مين اللي احسن. عارف ان ريال مدريد جاي ان شاء الله قريب، اتلتيكو مدريد جاي، في فرق في شهر في 2012، يعني الجمهور مستني بشكل كبير جدا ان شاء الله باذن الله تأدوا قدام الفرق دي بشكل كويس، بس اكيد ضغط المباريات بيبقى عامل مشكله يا كابتن محمد. ما هو انت يعني انت عارف بقى طبعا، هو احنا عشان نأجل ماتش يوم بتاع الانتاج الحربي، انت عارف قعدنا فتره كبيره عشان النهارده يمكن يعني خد 10 ايام عشان قعدنا فتره كبيره عشان نأجل يوم، يعني طبعا انت عارف الظروف اللي عندنا في مصر طبعا، فطبعا الدوري متقلب، ويمكن احنا دلوقتي يعني المواعيد حتى لسه مش عارفين، يعني كل يوم دلوقتي بتلعب في مصر ماتش، يعني الدوري شغال على مدار ايام الاسبوع كلها، ما تبقاش عارف، يعني انا بلعب والله ما بقيت عارف انا بلعب في الاسبوع ال11 ولا ال12 ولا ال10 ولكن يعني طبعا ماتشات زي دي لما نيجي نعملها اكيد طبعا يعني ولا بنبقى فرحانين جدا ان احنا بنشوف الناس دي، لان الناس ديت احنا اللي بنتفرج عليها في التلفزيون وبنقعد نشجعها، دي نمره واحد. نمره اتنين ان احنا يعني بنحتك بيهم، واكيد الناس ديت خبراتها لما نيجي نلعب مع بايرن ومع ريال مدريد ومع برشلونه اكيد احنا هنكتسب خبرات، واكيد هتنفعنا بعد كده ان شاء الله. بشكرك جدا على اللقاء، شكرا كابتن. مشاهدينا ده كان لقاءنا طبعا مع النجم الكبير محمد بركات، تابعونا ولقاءات اخرى بعد قليل.